فقيرة لا تجد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسر تتكون أيتام، تتكون من 8 نفر، ولا لهم رفيق ولا صديق إلا الله سبحانه وتعالى. ونناشد من البرنامج الذي هو يقول يطوف المسلمين يتعاون مع الأشخاص ضلاء ويعطيهم ما أعطاهم الله، لأن هذا الأشخاص مستحقين، ونعرف أنهم في هذه القرية لا يجدون إلا الله، ولا صديق ولا أنيس ولا رفيق إلا الله. فمعهم هذه الأرملة تروح تدور لو لها 300 250 يوم يحصل لهم قوت، يوم ما يحصلونش. وناشد من يريد مساعدة هذا الناس فعليه يتقدم لهم. وهذا الأسرة أسرة فقيرة، هذا منزلهم ذي، وهذا المنزل الذي يسكنون فيه. ونرجو من مسؤول البرنامج ذي أن يتعاطف ويتساعد. أيوة يتساعد مع هذا الأسرة الفقيرة. ضال أولادك؟ خرجوا الحين. ضال أولادها. إيه ضال أولادي. كم منهم بنين؟ 8. هاي 8 صار. وما تقولون إلا هي. ما إلا أنا. ذي بنيكم كبير صح؟ الله ينشر. هذه الأسرة فقيرة، وهذا المسكين هذا المنزل حقهم. هذا المنزل يسكنوا فيه. هذا المنزل اللي يسكنوا فيه. وهذه الأسرة فقيرة نعلم بها جميعا. إن شاء الله والخير. إن شاء الله. كم معك يا رجال وكم معك بنوين؟ البنات منهم كم 5. لا 2. 2 بس. والبقايا جوا صغار. أنا أكون علينا نشوف البرنامج الأسرة. خلصنا على دبر. يلا ذي جاهز.